ألف 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 مبروك لياسين، بجد أنا فرحت جدا من قلبي بجد. وعقبالي يا رب باقي الناس واحد مش عارف يعمل حاجة عشان ما يتحذرش. أنا نفسي بجد ياسين يشوف الفيديو دوت. مش عارفة يعني ايه أصلا واحد 80 سنة يفكر ان هو يعمل حاجة زي كده، مش فاهمة. والمدرسة ويروح يشتكي للمدرسة، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. مدرسة ما تقفش معاه وتنكر. مبدئيا كده اصلا اللي مش عارف حكايه ياسين دوت طفل عنده 6 سنين، كان في مدرسه لغات بيدفع فيها. الناني كان كل يوم تاخده من الفصل تدخله الحمام. الحيوان 80 سنه دوت كان جوه، يعمل اللي يعمله، وبعد كده يقوم الناني مظبطاه وبتاع ومرجعاه الفصل. مرة على مرة على مرة ومهدد ياسين ان لو اتكلم هيقتل مامته هيقتل باباه. فيعني الطفل خاف، طفل خاف وحقه، ده طفل. لما ياسين قرر اتكلم مع المدرسة بتاعته، قال لها في حد هنا اسمه كذا بيعمل كذا. راحت المدرسة مأكدة عليه، اوعى تكون قلت لبابا وماما. راح قال لها لا انا خايف. قالت له شاطر، وانا مش هخليه يعمل كده تاني، وهديك العصاية ياسين تضربه. طبعا اللي منها لله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيها، وان شاء الله تشوفوا في ابنها اللي في المدرسة اللي ما خفتش عليه بإذن الله. غيرت المكان. يعني هي خلاص ما ياسين ما بقاش يدخل الحمام، ياسين بقى يدخل الجراج. انتوا متخيلين؟ انتوا مستوعبين؟ انتوا بص، انا يومين بالظبط قاعده بسمع القصه واحداث ياسين. انا مش قادره اطلع اتكلم، مش قادره. عندي عيال، انا خايفه على عيالي. يا ربي الواحد يلاقيها من اللي احنا بنشوفه دوت، ولا من الخطف، ولا من القتل، ولا من تجار الاعضاء، ولا بجد. انا يومين مش قادره خالص استوعب اللي بيحصل للطفل. الله يكون في عونه. و ما كنتش عارفه، انبسطت وفرحت، وان شاء الله يكمل شفاء على خير باذن الله. آم، وبعدين رحت لما عرفت الموضوع فقلت اطلع اتكلم. ربنا يعلم انا كنت متابعه قد ايه القضيه، وانبسطت جدا بالناس اللي كانت واقفه بتدعمه قدام المحكمه والنيابه. يعني ربنا معاكم بجد. انبسطت جدا من الناس ديت. والله انا لو معاكم هناك انا كنت في وسطيكوا، كنت هبقى في وسطيكوا. وبجد شكرا للمحامية القمر اللي لبست ياسين سبايدر مان. بجد قمر. يعني كويس ان هي عملت كده علشان ما حدش يصوره، وعلشان خاطر الطفل ممكن لما يشوف صوره ده يتضايق اصلا. يعني عشان احنا بقينا في مجتمع خلاص بيسيبوا جريمة القتل ويقعدوا يصوروا في القاتل. اصلا احنا بقينا في مجتمع صعب قوي. رسالة اللي عايزة اوصلها، ياسين ما كانش لابس ضيق. ياسين ما كانش لابس ملفت. ياسين ما كانش عريان علشان مدرس يعمل فيه كده. ايا كان هو ايه، معرفش مدرس ولا ايه، بس هو ما كانش لابس حاجه. طفل يا عيني، بيبي لسه 6 سنين. كان هو لو مش طفل كان راح قال لمامته. الحمد لله ان يوم ما قرر يتكلم، الدعم اللي خده من الناس ومامته وقفت في ظهره. والحمد لله هو مش هيكمل ان هو خد 25 سنه. بجد انا مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اوصفه بايه. ان الحيوانات عندها رحمه شويه على اللي هو عمله دوت. فانا مش عارفه اوصفه حتى بكلمه حيوان. انا لا، مش عارفه اقولها. والله العظيم الحيوانات عندها رحمه اصلا. الحيوانات بتبقى فاهمه. و... وحاجه كويسه قوي لما صوره تنزل وناس كتيره تتعرف عليه. وكان بيوقفنا في الشارع. ناس كتيرة قالت ان الاستاذ دوت كان بيوقفهم في الشارع، وكان بيطلب منهم يشتغلوا في شركة سياحة. اصل مش عارف ايه قبضك هيبقى كويس، قبضك مش عارف ايه. ناس كتير وقفت وكانوا عايزين يجوا يشهدوا، بس طبعا ما ينفعش. ومبروك، الف مبروك يا ياسين، الف الف مبروك. طبعا قصة ياسين ديت اتعرضت في رمضان مسلسل لام شمسية. آه، طبعا هي دلوقتي بقت تتعرض لايف. يا ريت نتعظ، يا ريت نتعظ. ان احنا كنا في وقت ياسين وهو بياخد حقه، كان في حيوان تاني بيعمل كده في بنت 6 سنين 10 سنين. البنت عشان بتروح تلعب مع عياله،
راحت في مره ما لقيتش العيال، طب تعالي خدي ال100 جنيه دي اشتري لي بيها حاجه. المهم راحت قال لا خديها ليكي بس تعالي. دخل راح فتح عليها مطوه، راحت البنت خافت، قال لها تعمل كده، راحت عملت مره على مره. البنت بقت تروح له لغايه ما البنت قعدت تعيط، والبجح يبعت عياله يسال عليها. ولما قعدت تصوت ولا ومش لا، دخلت الحمام يعني قعدت تعيط جوه. جت مامتها قالت لها في ايه، راحت قايله لها. والحمد لله برضو اتقبض عليه. وبجد بجد يا ريت يبقى فيه حاجة أكبر من كده يتحكم عليهم فيها، علشان يبقى عبرة لأي كلب يفكر يعمل كده. عشان حرام، حرام اللي احنا بنشوفه ده، بجد حرام، حرام اللي بنشوفه في الأطفال ده. ويا ريت كل أم تركز في أي اجتماع أو أي في يعني عيالها في المدرسة في أي مكان، تيجي تسأل إذا كانوا بنات ولا أولاد، تسألهم حد ضايقكم، حد عمل لكم حاجة مش كويسة، حد يخوفكم بحاجة، حد. يا ريت كل أم تنبه عيالها كده. ويا ريت كل أم تعرف عيالها الغلط من الصح من وهم صغيرين، علشان طبعا الحيوانات دي بتستغل ان الاطفال مش فاهمه حاجه. فيا ريت يا ريت كل ام تنبه على عيالها ان مفيش لمس هنا، مفيش تفهمهم يعني ايه، تفهمهم. بجد انا بنبسط قوي بالفيديوهات اللي كل واحد بيطلع بنته هنا ممنوع، هنا اللمسه الوحشه، هنا. بنبسط قوي بجد من الفيديوهات ديت. وعايزه اقول لكم انا بوريها لعيالي. انا عندي 7 سنين و4 سنين، انا بوريها لعيالي علشان خاطر يفهم. بوريها لعيالي عشان خاطر يستوعبوا ان احنا بنسيبهم في المدرسه غصب عننا، بنسيبهم لوحديها، غصب عننا بنسيب عيالنا لوحديهم في المدرسة. بجد نصيحة نفسي اقولها لأمهات مصر كلها، مش كل ما تزهقي من ابنك او بنتك ترموهم في الشارع. انتوا ما تعلموش هما بيقابلوا ايه في الشارع. هما انتوا فاكرين ان انتوا بتخليهم يستوعبوا ازاي يتعاملوا مع الناس، ازاي كده؟ لا 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 خالص. بالعكس، يعني الطفل ممكن يتعرض لحاجة في الشارع ويخاف يقولك. فانا بلوم الاهالي برضو اللي بتقول لك انت مصدعاني انزلي الشارع. لا يا ماما، خليهم يصدعوكوا قدام عينك. مش قادره عليهم جبتيهم ليه؟ انا عايزه اقول لكم انا بشوف حاجات والله 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 والله. في يعني حد ما اعرفه بنتها 8 سنين بتنزل تلعب في الشارع. فهي جابت لها اخت في حدود 4 شهور. انا اتصدمت ان البنت نازله هي واختها. للدرجه دي انت مش قادره على 4 شهور؟ انت للدرجه دي؟ حتى هما مش ورا بعض، الاتنين بنتين. وفي الاخر لما تحصل كارثه بنلوم بس على اللي بيعمل كده، مش الاساس. فيا ريت تحافظوا على عيالكم، يا ريت يا ريت تعلموهم النصايح اللي دايره اليومين دول، علشان كده حرام. ويا ريت كل حد بيعمل كده يتاخد معاه حاجه اكبر من كده علشان يبقوا عبره لكل ده. والف الف 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 مبروك يا ياسين، بص من قلبي كده الف مبروك.